المكونات اللي غادي تحيد لينا التلال او التالول. والمكون الثالث اللي هو التين او الكرموس كما كنقولوا له في المغرب. غنخلي لكم الصوره دابا غتطلع لكم الصوره ديالو غتشوفوها. فاول شيء هما قشور الموز. هاد القشور ديال الموز اللي ما تحتقروهمش وما تحقروهمش. فغتقشروا الموزه وغتاخذوا هاد الداخل ديالها، ماشي هذا ديال برا، غتاخذوا الداخل ديالها وغادي تحكوه على البلاصه اللي فيها مثلا فيها التالول او التلال، وغادي تحكوا عليها بحال هكا. هذيك غتحكوا عليها هاد القشره ديال الموز وتخليوها تنشف عدد مرات، يعني ماشي مره واحده او اثنين في اليوم، يعني عدد مرات هكا دائما غتبقاو كتحكوا عليها وتخليوها حتى تنشف. فان شاء الله غادي تخلصوا من التالول بصفه نهائيه. والوصفه الثانيه هي هذا العود. فاذا هذا عود الند، هذا هو عود الند. فهذا يعني جدا جدا رائع لإزالة التالول أو التلال. فكتشعلوا فيه العافية وكتطفيو العافية، كتخليه كيولي بحال الجمرة وكتكويو به هذاك التالول أو التلال اللي عندكم في اليد. ف كاين عود الند اللي هو صغير جدا، عباره عن قالب، عباره عن شكل قالب السكر، بحال قالب السكر المغربي. فهذاك حتى هو زوين بزاف، اروع من هذا يعني على لازاله التالول او التلال. التين او الكرموس عادي يعني ديال الكرم، ماشي الكرموس الهندي وانما الكرموس العادي. انا غنخلي لكم الصوره ديالو. غادي تاخذوه مثلا، غتجيو لهاد البلاصه اللي كيكون لاصق فيها في الشجره، كتقطعوه من الشجره كيخرج واحد الحليب. هاد البلاصه اللي ما كانش كيبان، هاد البلاصه هادي اللي كتقطعوها من الشجره بحال هكا، هاد الجدر ديالو كتقطعوه من الشجره كيبقى يخرج واحد الحليب كيتلصق. فهداك الحليب كتحطوه على التالول او التلال، كيبس هذيك التالوله حتى كتبقى طيح بوحدها. كتبقاو ديروه عدد مرات. فكانت هذه هي وصفاتي لكم لعلاج التالول او التلال. اسال الله عز وجل ان يشفي الجميع شفاء لا يغادر سقما. وشكرا لكم للمتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.